السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو جديد في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم وصفه خطيره للوجه، تعطي واحد النتيجه رائعه في الوجه، في التبييض، في التصفيه. خطيره هذه الوصفه، انا ما كنستغناش عنها. هي وصفه ماسك جوز الهند. هذا الماسك جوز الهند انايا خديت الماء ديالو، المهم تقبت انا التقبات وخويته كما كتشوفوا. درت الصفايه وخويت الماء ديالها هكا. هو هذا كما كتشوفوا، ها هو الماء ديالو، وهذا الماء ديالو. انا غنصفيه شويه وغادي نهرس هذه، غادي نهرسها وتبقوا معايا في الاخر. تبقوا معايا في الاخر نهرسها تشوفوا كي غندير الماسك. من بعد ما هرسها نتوما تبقوا معايا الطريقه. غادي نحيد غادي نقيه من هنا. غادي نخليوه بحال هكا. المهم انا كملت الاخر باش مطولش لكم الفيديو. من بعد ما قطعتو على هاد الطريقه نتوما كتشوفوا كيف قطعتو، شتي ولا حيدت لي ديك القشره ديالو. المهم انا غنجيب حكاكه. انا هاد الحكاكه خاصه بالوصفات، كنخليها خاصه بالوصفات. غنحكوه هكا، نحكوه بالحكاكه. هاد النص انا غنصب فيه الصابون وغنصب فيه الماسك، والنص راه غنقيه وغنطلعو الفريغو. ماشي مشكل، طلعوه الفريغو كيبقى مزيان. نهار اللي يصايب لكم هذا الماسك غديروا تجبدوا ديروا ماسك واحد اخر والصابون. عرفتي الصابون خطير كيجي. تبعوه وردوا عليا الخبار. نكمل معكم حتى الاخر باش مطولش عليكم الفيديو. من بعد ما طحنتو حكيتو، عفوا حكيتو، غادي نضيفو لنا الخلاط الكهربائي. هاد الخليط غنحيد منه حتى ديال الصابون، ماشي كله ماسك. غادي ناخد 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال الماء. هاد الكاس الاول، هذا الكاس الثاني، غادي نزيد الكاس الثالث، غادي نزيد الكاس الثالث. من بعد ما طحنتو غادي نصفيه. بحال الكوك كيبقى هذا الكوك. هذا تعودوا ديروا بيه كوماج. المهم البنات هذا شاط كيف قالت كديروا عصير، تقدروا ديروا عصير. هذا كوك ديروه مع التمر والحليب وطحنوه، اللوز والقرقاع وطحنوه كيجي صحي. كي تقدروا ديروا عصير، تقدروا ديروا كوماج، المهم ما كيتليحش. هذا صافي. المهم حنايا غنعملوا به هذا كيف قلت لكم، ديروا عصير ولا ديروا كوماج. زيدوا مع العصير زيدوا مع اللوز والتمر والقرقاع والحليب. غادي ناخذ كاسطوله، غناخذ كاس ونص، ونخلي لهذا الصابون اللي غنصب كاس ونص. وغادي ناخذ هذا الماء ديال الجوز اللي نتا هو غنديرو، واحد الملعقه كثيره. وغادي ناخذ 2 معالق، المشكله اللي كنا نصورو باش الكاميرا، 2 معالق ديال النشا.
هذا الميلانج هو مزيان هكا تنزيد الطريقه ونحطهم على النار. دابا غنبقى حطيتو على النار غنبقى نحرك فيه هكا حتى يعقل. ها هي ما ديروش النشا، ما ديروش النشا وهي على النار تذوب وها هي بعدا تحطوا فيها هكا تتعقل. المهم بقاو تحركوا فيها هكا باش ما تديرش. المهم تبقى نحركوا فيها هكا حتى كيعقد بهذه الطريقه. شتي يولي بحال داك جوز الهند اللي كيكون اللي كتشرو في القرعه، زيت جوز الهند هاد كيولي بحال بهذه الطريقه. شتي ولا صافي بقى لي. وغادي ندير واحد نطفي عليه، غادي ندير واحد القطره ديال اي زيت عندكم. المهم انا عندي هذا الزيت معطر ديال زيت الارغان بالعطر. هذا الزيت هو زوين، كنا ناخذو من واحد الجمعيه في اكادير. درت 3 قطرات صافي. دابا خديت هاد القرعه كانت عندي ديال الزيت الهندي عقمتها وغادي ندير فيها الماسك. صافي في الثلاجه عالت شارك معكم وصفات زوين واحد الوصفه تخلي الحبوب من الوجه زوينه نشاركها معكم ان شاء الله. هذه الوصفه غتولي زاز لوز. هي انا غندير خليتيه برد شويه غندير نشارك معكم صافي. عندنا دابا ندوزو الصابون ديال زوج الهند. دابا عندنا الصابون دوف، خديت انا صابونه دوف. المهم يكون نتوما اي صابونه ولكن الاحسن دوف. خديت الدوف ديال زوج الهند، ولكن شوفوا ما تكونش بحال الصابونه اللي غنصايب انا. المهم الصابون ديال زوج الهند انا غنزيد عليها زوج الهند باش تعطي واحد النتيجه فعاله وتكون احسن، ماشي بحال الصابون اللي كتصايبوه هنايا. المهم هذاك تصايبي على يدك وكتزيدي فيه شي مواد تكوني عارفه. هاد الصابونه غنحكها وغندوز نتلاقى معكم من بعد ما طحنت الصابون على هاد الطريقه. شتي وغندير هكا باش تاخذوا ديال الصابون زيت الارغان تكون حتى هي بيضه تكون زوينه. غنزيد عليها زوج الهند اللي طحنا اللي كنت درت به الماسك. غنزيدو عليها اللي بقى لينا كنت تقريبا كاس ونص وغنحطو على النار. انا دابا حطيتو على النار وغنبقى نحرك فيه حتى يعقد. غنبقاو نحركو فيها كتيعقد كيدوب دابا.
زاد الماء القطع حتى صافي. شوف كي كيولي الصابون كيدوب. الصابون كنزيد عليه تحسينات ديال زوز بنين باش يكون طبيعي كيبيض الوجه. دابا هذا غديروه مع الماسك ديالو، ملي غديروا الماسك غتغسلوا به هذا الصابون. جربوه وردوا عليه في الكومونتير. من بعد ما دار الصابون انا غنكبوه في هذا المول ديالو. غندير ليه بحال هكا وغادي نطلعو الفريك. وكل نهار جبدو صابون الصابونات تكملوا عاد خذوا صابون واحد اخر خليوه في الفريك. ديروا في شي سوبيره من يجمد ومره خذوا واحد. الصابون كيجي خطير. المهم غنستمر على الطريقه الاخرى وغنديرو في المجمد. في الاخر غنوريكم الشكل ديالو. مازال غنشارك معكم وصفات زوينين. غنعود ندير لكم ماسك والصابون ديالو. تاع الماسكات اللي جربت انا وزوينين غنشاركهم. انا دابا غنمشيو مع المجمد و بما نجمد غنوريكم من بعد ما خرج الصابون من الفريك. كيجي زوين. شوفوا كيزيد يخرج الكمية. ديروا الوصفة وحطوا لي في الكومنتير. وان شاء الله دابا غنشارك معكم واحد الوصفة ديال تقوية الشعر كديروها برا في السيفانة في الشعر. كاش عندكم هذا البول ديال السيليكون ديروا في اي حاجه. تقدروا ديروا حتى في شي هكا ولا داك ديال الفلوق غديروا فيه وكاش عندكم هذا البول. نشارك معكم وصفات خطيره ان شاء الله. من نهار العيد تكونوا زازلوز مع الوصفات اللي كنعطيكم. انا دابا شاركت معكم وصفات لطقس الوزن، وصفات تجديد، وصفات الشعر حتى هي. ايوا نهار العيد تكونوا زازلوز.
بغيتو قدامكم كله. ها هو الشكل النهائي ديالو، كيجي الصابون وفي واحد الريحه زوينه. بحال الكريم شحال خرج، هو زوج قراعي تبارك الله، والصابون تا هو خرج كميه كثيره وكيجي طبيعي زوين. في ريحه زوينه والله، في زوين. هو الصابون غتخليوه هكا شي 30 دقيقه نص ساعه هكا بوجهكم، من بعد تغسلوا بالصابون. ونسيت هكا داك الفوماج اللي قلت لكم ديال الكوك الثلاجه. هذا الكوك اللي كنت عفرت معاه بغيتو ديروا الفوماج، زيدوا معاه واحد شويه العسل وديروا الفوماج هو الاول، عاد تتبعوا الكريم، باش يبان لكم مزيان. فوماج ديروا مع العسل، عاد تتبعوا الكريم، عاد غسلوا بالصابون ساعه هكاك. وان شاء الله تكونوا مع العيد زاز لوز مع الوصفات ديالي انا ان شاء الله. مازال غنحط لكم وصفات رائعه. شويه العسل ديروا معاه وصافي، وضموا هكا بطريقه دائريه هكا. شوفوا فيه الزيت كيخرج حتى الزيت، شي ديروا فوماج صافي. من بعد تبعوا هذا ماسك هكا الوجه، تبقوا على وجهكم ساعه صافي. غسلوا بهذا الصابون، جربوا هذا الصابون ما يعجبكم ما تبقوش تستغناو عليه. مازال غندير لكم ديال المعدنوس، ديال الخيار، جميع انواع ديال الماسك ديالهم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا واحد اللايك وابوني وشي كومونتير زوين الى عجبكم الفيديو. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.